قسما بالله العلي العظيم، دول الأبطال، دول الرجالة. ده أوفى وأحسن وأعظم نادي في مصر رغم الظروف وكل حاجة وحشة بتمر بيه وكل الضغوطات اللي بيمر بيها، ولكن هيفضل الزمالك كبير بأحمد عبد الرؤوف اللي هو ما جابش ال 40 سنة الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي. وإن شاء الله الزمالك هيبقى بطلا للسوبر عشان اللعيبة دي تستاهل رغم كل حاجة ورغم كل الضغوطات ورغم كل المشاكل اللي بيمر بيها الزمالك، ولكن هو الزمالك. وده يدل لك ان هو افضل واحسن نادي في مصر بدون منافس ولا منازع. والله لو في نادي مصري انحط في نفس الظروف اللي الزمالك بيمر بيها ما يعمل 50% من اللي الزمالك بيقدمه. شكرا لعيبه نادي الزمالك الرجاله، محمد عواد اللي غاب كتير جدا وقعد كتير جدا على الدكه لمحمد صبحي، ولكن يعود محمد عواد لحراسه مرمى نادي الزمالك عشان بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل محمد عواد الزمالك يصعد لفاينل كأس السوبر المصري. ودي مش أول مرة محمد عواد يعني يكون نجم لركلات الجزاء الترجيحية ويبقى هو قفاز الإجادة لنادي الزمالك. يا رب يكمل فرحتنا على خير، ويا رب السوبر زملكاوي بإذن الله.